من اكتر الحاجات اللي بتخلي الناس ترجع تدخن انهم يحسوا انهم بقوا عصبيين اكتر بعد ما بطلوا، فيقولوا انا وانا بدخن كنت اهدى من كده. المفاجأة انت مش عصبي لانك بطلت، انت عصبي علشان كنت بتدخن. بعد ما تبطل تدخين طبيعي جدا انك تحس ان اعصابك مش مستقرة، تتعصب بسرعة، تحس بتوتر، تتضايق من ابسط الامور. بس اللي مش طبيعي واللي مش صح انك تقارن نفسك قبل ما تبطل تدخين وبعد ما بطلت تدخين. ان اللي بيحصل فعليا لجسمك ولمخك انهم بيحاولوا يتأقلموا من غير نيكوتين، ولان النيكوتين كان متعود يدخل جسمك بشكل مستمر، المخ اعتمد عليه في تنظيم المواد الكيميائية المرتبطة بالمزاج وبالهدوء. يعني ببساطة المخ كان شغال بنظام مستعار، فلما توقف النيكوتين فجأة المخ يدخل في مرحلة اسمها إعادة توازن، وفي الفترة دي ممكن يحصل زي توتر، عصبية، تقلب في المزاج، قلة صبر. وده مش تدهور أو مش مشكلة فيه، ده طبيعي جدا. ده مخك بيتعلم يشتغل لوحده من جديد بدون اعتماد خارجي. وكمثال، واحد بطل التدخين لمدة أسبوعين، فيروح الشغل يحصل موقف، يتعرض لزحمة في الشغل، يتعرض لضغط، فيبتدي يتعصب بشكل مبالغ فيه، فيبتدي يقول لا أنا مش قادر أستحمل، أنا لازم أرجع أدخن تاني. بس الحقيقة هنا إن هو مش راجع علشان هو محتاج للسيجارة، هو راجع عشان هو اتخدع بالإحساس اللحظي أو الإحساس المؤقت إن التدخين بيهديك. ده وهم كبير جدا. لكن اللي بيحصل فعليا ان السيجاره بترجعك من حاله توتر انسحاب لحاله طبيعيه مؤقته. هي مش بتديك هدوء، هي بتشيل الاحساس اللي هي اصلا سببته في الاساس. في بعض الحلول العمليه لما تحس انك عصبي، هتمشي لمده 5 دقايق، او تشرب كوبايه ميه، او تاخد نفس كذا مره شهيق مع زفير. المهم انك تبعد عن اي نقاش او اي قرار المفروض انك تاخده في اللحظه الحاليه. ومن المهم جدا انك تكون فاهم انك في الموجه دي بتعلى توصل للقمه، بعدين تبتدي تنزل تاني، فهيجي الوقت وتهدى. بس مهم جدا انك ما تربطش العصبيه بالتدخين، لان السجاره مش بتحل المشكله، هي بس بتوقف اعراض الانسحاب مؤقتا. وفي كل مره بتعدي فيها من اللحظه دي مش بس بتقاوم، انت بتعيد برمجه مخك من جديد. والمرحله دي مؤقته وهتعدي. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أكتر مرحلة بعد الإقلاع، مش أول يوم ولا أول أسبوع، لكن اللحظة اللي بتقول فيها خلاص أنا بقيت كويس، وساعتها هتفكر وتقول سيجارة واحدة مش هتفرق، ودي هتبقى بداية الرجوع من جديد.